حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل المدلعه والمدلعه سواريه بطريقه سهله وبسيطه وهتعجبكم جدا. تابعيني بقى في المقادير وان شاء الله هتعجبك جدا. واسفه جدا لطول الفيديو لانها ليها تفاصيل وخطوات كتير. اول حاجه هنعمل البسبوسه، اي نوع بسبوسه تحبيه بس الافضل تكون المكرمله. نص كيلو من دقيق السميد، ومعايا كوبايه الا ربع من السمنه، ومعايا نص كوباية من اللبن، ومعاها معلقتين كبار، وكوباية من السكر، وربع كوباية من المية، ومعلقة كبيرة عسل جلوكوز. في الحلة هنحط السكر والمية والعسل الجلوكوز على النار وبدون تقليب. ممكن بس نبدأ ان احنا نحرك الحلة يمين او شمال كده، نحركها حركة بسيطة بس عشان خاطر السكر ما يتكتلش. وبعد كده بنسيبه لغاية اما يتكرمل خالص. ممكن بقى تستخدمي المعلقة لما تتأكدي ان السكر دايب. وهنوصل بقى للون الذهبي الحلو ده، نبدأ نحط على طول السمنة، 3/4 كوباية من السمنة، ومعاها كمان اللبن. في الوقت ده هدي النار خالص عشان خاطر الفوران اللي هيحصل ما يأذيش ايديكي. بعد كده بقلب لغاية اما كل حاجة تدوب خالص، وبطفي عليه وبسيبه يهدى خالص. عايزاه زي دمع العين. هنزل بالخليط على دقيق السميد وهنقلب، مش عاوزين نبالغ في التقليب، اول بس ما يمتزج كل حاجة مع بعضها يبقى كده خلاص. بكون مشغلة الفرن طبعا من قبل كده على درجة حرارة 200، عايزانها تكون سخنة شوية. بحطها في الصينية بتاعتي مقاس 28 أو 30، الخليط ده مناسب جدا ليه. بتقعد في الفرن حوالي نص ساعة. والصينية بتاعتي لازم أكون مبطناها بالسمنة. أنا بقى مبطناها بالسمنة وحطلها كمان كيس حراري، وبعد كده حطيت له برده سمنة. باعمل بقى الشربات في الوقت دوت. باحط كوباية ونص من السكر، عليها 2 كوباية من المية، وعصير ليمونة، ومش بقلب خالص. بياخد 10 دقايق على النار والشربات بتاعي بيكون جاهز. بعد ما خلاص بطفي عليه بحط له معلقة من السمنة. ولازم البسبوسة تكون سخنة والشربات بتاعنا يكون سخن جدا. بتشرب كل الشربات الكمية بتاعتنا كاملة، بغطيها وبسيبها تهدى خالص عشان تبدأ تشرب الشربات كله. عندي الكنافة نص كيلو، أنا قسمتها على جزئين عشان جزء هعمله المدلعة سواريه. فهستخدم بقى 3 معالق سكر على الحبة الصغيرين دول، حوالي 200 جرام أو 250 جرام مثلا. وهقلبهم بالشكل ده كده مع السكر. وهنبدأ نستخدم بقى الصينية بتاعتنا مدهونة بالسمنة. ولو عندك بقى أي قطعة من قطعات البسكويت أو السابليه تنفع معانا، هناخد الحجم الكبير، ممكن تبقى مدورة مربعة نجمة، أي شكل عندك متواجد عندك ينفع. هنثبتها كده في الصينية ونحط بقى الكنافة من جوه، ونبدأ نضغط عليها بالمعلقة أو بإيدينا على حسب تشوفي ايه الأريح والمناسب ليكي. ومش عاوزينها تكون بس رقيقة قوي، يعني تكون بارتفاع عقلة صباع مثلا عشان تبقى كده مناسبة مع الارتفاع بتاع البسبوسة، يعني تبقى مناسبة مع البسبوسة. بكون بقى مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، وبحطها في الرف الأوسط، بتاخد 10 دقايق، وبعد كده برجع بحط لها السمنة على الوش. بعد كده برجعها تاني الفرن لغاية ما تاخد اللون الحلو الجميل اللي احنا بنحبه للكنافة. وبتخرج بحط لها بقى السيرب الكنافة التقيل، بيبقى عبارة عن كوبايتين من السكر مع كوباية مية وعصرة ليمونة على النار 10 دقايق. وبعد كده بسيبه يبرد خالص، وابدأ ان انا استخدمه للكنافة. هاسيبها تهدى وهنعمل بقى باقي الكنافة اللي اتبقت معانا. حطيت كمية من السكر، يعني حوالي نص كوباية من السكر البودر. طبعا الكمية دي براحتك جدا، مش لازم يعني تلتزمي بمقدار للسكر. هنقلبهم كويس. وعندي حوالي كوباية الا ربع من السمنة السايحة، هحطها عليها وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده يا اما هدخلها الفرن، هحطها في صينية وادخلها الفرن عشان تاخد لون، ويا اما هحطها في الحلة وهقلب فيها زي ما بحمر الشعرية عادي على النار. ودي او دي الاتنين كويسين جدا، بس انا بفضل اللي هي على النار، بتبقى جميلة جدا. هي بتاخد سمنة اكتر بس بتبقى جميلة جدا. طبعا مع التقليب المستمر مش هينفع نشيل ايدينا خالص ونسيبها عشان تاخد كلها لون واحد. بعد ما بتتحمر بقى بالشكل ده بشيلها على طول من على الحلة بتاعتها عشان ما تاخدش لون زيادة. باحط لها الشربات التقيل وباقلبها واسيبها بقى على جنب. ونعمل الكريمة بتاعتنا، هنعمل كريمة غنية جدا،
هنحتاج كوباية من الكريم شانتيه الخام، نص كوباية من الباستري كريم، محطتش سكر عشان الباستري كريم وعشان عندنا بسبوسة وكنافة مليانين سكر. وهنحتاج كوباية من اللبن المتلج، وهنحتاج كمان عليه بس هنمشي بالتدريج عشان نبقى مالكين القوام اللي احنا عاوزينه. هنبدأ بقى بالمضرب الكهربائي بتاعنا ونقلب كويس جدا لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. ولما بنحتاج اللبن بنحط بالتدريج. هنحتاج كمان علبة من القشطة، مش هينفع وش اللبن عشان خاطر عاوزينها تبقى كريمية اكتر. وهنحتاج كمان علبة من كريمة الخفق للحلويات، اي نوع طبعا بتفضليه. هنحط العلبة كاملة، بتدي طعم حلو جدا وغني جدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك. بس بعدها مش بنضرب كتير، هو بس اول ما الكريمة تختفي يبقى كده خلاص الكريمة بتاعتنا جاهزة ونقدر نستخدمها. حطيتها بقى في كيس حلواني وهبدأ بقى ان انا احطها على الكنافة بالشكل ده. جيب بقى صينية البسبوسة بتاعتنا بعد ما بقت حلوة جدا وهديت خالص، يعني بردت، وحطيتها كمان في التلاجة تتماسك كمان اكتر. هبدأ بقى ان انا اقطع على حسب الحجم بتاع الكنافة، طبعا بنفس القطاعة باخد الحجم بالظبط، وبعد كده بحطها فوق الكريمة. ممكن احط كراميل او بيوريه مانجا بعد الكريمة قبل ما احط البسبوسة، بتدي كمان طعم حلو جدا. كده بقى عملنا الطبقات: كنافة، كريمة، بسبوسة. وممكن زي ما قلتلك ان انت تحطي بيوريه مانجا او كراميل قبل ما تحطي البسبوسة، بتدي طعم تحفة جدا. كده احنا عملنا المدلعة سواريه. هنعمل بقى المدلعة بتاعتنا بقى اللي احنا بنحبها جدا وبنشتريها دايما. هنحط بقى قطع بقى البسبوسة الأول وبعدها الكريمة، وزي ما قلتلك تقدري تحطي بيوري مانجا أو كراميل. بعد كده هنحط طبقة الكنافة اللي احنا حمرناها، ونرجع تاني نحط طبقة من الكريمة، وبعد كده هنحط كمان الكراميل. الكراميل أنا عملته معاكم قبل كده، ممكن ترجعي ليه وتشوفي الطريقة. وكمان هنحطلك اللينك في صندوق الوصف. وهنحط كمان على المدلعة سواريه كراميل من فوق على الوش. جبت بقى الكريمة وخففتها شوية وهعمل خطوط على المدلعة كده بالشكل ده. وهجيب عصاية الشيش وهعمل خطوط رايح جاي بالشكل ده كده، بتدي شكل حلو جدا، جميلة جدا. واتمنى ان انت تجربيها. ممكن كمان زي ما قلتلك تحطي بيوريه المانجا والكراميل اللي بتبقى جميلة جدا، الطعمين مع بعض بيدي طعم تحفة جدا، هيعجبك قوي. عملت كمان واحدة تانية، حطيت البسبوسة والكريمة وحطيت كمان الكراميل، وبعد كده الكنافة، وبعد كده الكريمة، وبعد كده هنحط في الاخر الكراميل. وكمان حبيت ان انا احط قطعة من المانجا عشان تدي طعم حلو اكتر. طبعا جمالها ما قدرناش نصبر واكلنا منها، جميلة جدا. اتمنى ان انت تجربيها وان شاء الله هتعجبك جدا. اتمنى لو الفيديو عجبكم ان انتوا تعملوا شير للفيديو، وياريت التعليق واللايكات بتاعتكم. اتمنى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا ليكم ولمتابعتكم ليا، ودمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.